السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي بعض الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية اللي عليها الطلب، اللي دايما الناس بتدور عليها. دي يا جماعة، النموذج ده بتاع السنة اللي فاتت، اللي الناس قدموا بيه السنة اللي فاتت. لكن لما جيت أقارن في بعض الجامعات لقيت تقريبا هو يعني بالنسبة للتنسيق بتاع الجامعات دي، ممكن كمان يقل السنة دي، ممكن 1 أو 2%، لأن كمان متوسط المجاميع كان السنة اللي فاتت أعلى من السنة دي، فممكن التنسيق يقل. زائد كمان اللي فيه حاجة إن في 10 جامعات أهلية جديدة هتتفتح. نخلي بالنا برضو من حتة زي دي، فهيبقى في منافسة ما بين الجامعات دي وبعضها إن هي الجامعات الأهلية. وممكن تلاقي كمان في بعض الخصومات، يعني بعض الجامعات بتعمل خصومات على المصروفات دي. ممكن تعمل مثلا 10%، 15، 20. أبناء شهداء الجيش والشرطة لهم خصم أكبر، أبناء المعلمين لهم خصم أكبر، اللي هم أعضاء هيئة التدريس بتاعت الجامعات دي بيبقى لهم خصم برضو كبير. فدي بالنسبة للمصروفات. لكن في بعض الجامعات بتزيد 10%، 10,000 وفي 5,000، وفي نفس المصروفات بتاعت السنة دي هي السنة اللي فاتت. وممكن بعض الجامعات ممكن تقل حاجة بسيطة، لكن في المتوسط احنا ممكن نتكلم في 10,000 زيادة أو ناقص بالنسبة للفلوس المقابل. لكن التنسيق ممكن يقل 1 أو 2%، علشان خاطر الدرجات أو المجاميع السنة اللي فاتت كانت أعلى من السنة دي. بالنسبة بقى للجامعات دي، في عندك جامعة العالمين مصارفاته قليلة بس مفيش فيها سكن، مفيش حواليها مساكن وكده. شرق بورسعيد دي موجودة في سينا. الإسماعيلية الجديدة موجودة في سينا المبنى، لكن هم بيدرسوا في جامعة الإسماعيلية قبل ما تعدي القناة، لأن تقريبا لسه ما استلموش أو لسه ما اشتغلتش. المباني موجودة وكل حاجة في قلب الصحراء وحواليها المباني، بس ما اشتغلتش. فالطلبة بيدرسوا في جامعة الإسماعيلية نفسها. لكن الناس ساكنة فين؟ ساكنة عند أهالي، ساكنة كده في شقق خاصة. المنصورة الأهلية نفس الحكاية، المنصورة نفس الحكاية، وهيسكنوا في الشقق بتاعة المنصورة الجديدة، شقق برضو خاصة. ده بالنسبة لمساكن الطلبة. الجلالة طبعا الكل عارف من السنة اللي فاتت موضوع الجلالة، وبالتوفيق يا رب لأولادنا. ودوروا على الجامعات الأهلية الجديدة، دوروا عليها، لأن أعتقد هيبقى المبالغ ممكن تقل عن كده.